عند نزوله من الطائرة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وجد الرئيس الصيني في استقباله صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. إثر ذلك تقدم للسلام على فخامة السيد شي جين بينغ رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش قبل استعراض تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. بعد ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن والرئيس الصيني